احيانا بناخد قرارات في حياتنا وبنكون مسؤولين عنها عادي. بنكون مفكرين ان ده الصح اللي احنا بنعمله في ساعتها مهما كان يعني، ولكن تقول اسكت، تخاف على نفسك او على حد مقرب منك وتقول اقبل بده واسكت واسيب حقي، ويعني ايا كان بقى مجهود فلوس اوراق يعني قصص حاجات كتيرة، وتكتشف ان الساكت على الحق شيطان اخرس. تكتشف ان انت عملت شيء غلط، مش عيب انك ترجع في قرارك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال العمل عبادة والسكت عن الحق شيطان اخرس، او بما معناه يعني انك لا ما تقبلش وتقول اضعف واخاف، لا ما عملش ده مهما كان الثمن. ولكن اذى بقى بطرق مختلفة غريبة مريبة لا يعلمها الا الله وما يقدرش عليها غير ربنا، ولكن احنا مش في ايدينا غير ان احنا نسعى ونجتهد ونعمل اقصى ما نستطيع او نقدر على اللي نعمله، ولا اننا نقبل بالمهزله دي ونقول معلش تعدي، لا ما تعديش، الصغيره زي الكبيره واسوأ كمان. فما نستسلمش ونسيب حقنا لغيرنا عشان مفكرين ان احنا كده هيرضوا علينا او يسيبونا او هيعفوا عننا. هيزيدوا وهيستضعفونا وهنتركب وهيدلدلوا كمان رجليهم. فليه يعني؟ لا 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 لا، غير مقبول بالمرة. I'm so sorry، بعتذر، وربنا يقوينا وينصرنا ويسترها علينا ويخبط الظالمين في الظالمين ويخرجهم سالمين ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. قولوا امين، ودعواتكم لينا وليكم. شكرا.